أن أتقدم بجزيل عرفاني وتقديري وامتناني الخاص للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أتاح لنا الفرصة لأن نلتقي من أجل التشاور والبحث، من أجل أيضا تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بهذه المؤسسات الشرعية. ولكم وسيكون لكم الفضل سيدي الرئيس، وسيكون الفضل للسيد رئيس الجمهورية، وسيسجل لكم التاريخ هذه الوقفة، وسيشهد لكم المجتمع الجزائري والشعب الجزائري بأنكم ساهمتم في إعادة بناء الذات الوطنية وفي إعادة إعطاء فرصة قوية للشعب الجزائري كي يلتف حول هذا المشروع الذي يعد عاملا أساسيا في إعادة توحيد الصف ولملمة الشمل الشعب الجزائري. أنه لا بد من تجريم الاستعمار الفرنساوي. هنا المقترح اللي قدمته في 2001 باش لابد أن أشير إلى أن الأطياف السياسية التي كانت موجودة آنذاك، الأحزاب السياسية التي كانت موجودة كلهم شاركوا. لماذا؟ لأن لم يتمكن الأوروبيون من بناء الاتحاد الأوروبي إلا بعد التجريم النازية. فلذلك من الطبيعي جدا أني أنا نعم لبناء علاقة حسن الجوار مع فرنسا، لكن ليس على أساس على حساب تاريخنا وعلى حساب أمجادنا وعلى حساب شهدائنا. لا بد من تجريم الاستعمار الفرنساوي. ثم يقدموا الاعتذار ما يقدموش الاعتذار ماهوش مهم. المهم أنا لا بد أن أجرم الاستعمار، وتجريم الاستعمار مظهر من مظاهر السيادة الوطنية. أنه القضية هذه قضية دولة، قضية وجود بشري يؤسس لهذه الدولة الجزائرية. المعالجة هذه كامل احنا مشينا باش نقطة القوة هي أنه نخلي الإنسان الجزائري ورجل الدولة الجزائرية والمشرع الجزائري يدخل في هذا القانون على أساس أنه سيد. إذن أتمنى أن يمر هذا القانون بأسرع وقت ممكن، لأنه إذا طال الشعب سمع وراها حتى أول مرة هذه بدون جمالة أرى رئيس مجلس الشعب الوطني يتكلم عن هذا المشروع. ويسمحوا لي الرؤساء السابقين كانوا دائما مبادرات تجي من عند النواب ولن تأتي من عند رئيس السلطة التشريعية. أول مرة أنا نشوف قلت لك رئيس مجلس الشعب الوطني يقوم بندوات وبخرجات إعلامية ويصرح علنا بأن أننا غادي نمروا بصيغة قانون تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي. الجمهورية مشكور، والسلطات العليا في البلاد أثبتت أنه عندها إرادة حقيقية وأثبتت بالمواقف، وما يخفاش عليكم ما الذي حدث. أنا فقط نقول بالنسبة للقانون حاولت أعتمد على كل ما توفر لدي من نسخ من خبراتكم السابقة، والقانون هذا كان فيه 54 مادة وكان تقني بامتياز وتطرق لكل التفاصيل، وكان بصياغة مع مجموعة كبيرة من الخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين وحتى المؤرخين، على أمل أنه يكون ناضج. الآن ما نحكوش على مبادرة نائب زكريا بالخير ولا نحكو على مبادرة أي نائب. الآن كاين مبادرة للمجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية التاسعة بالاستعانة بالعهدات السابقة وبنضالات النواب السابقين. أنا مثلكم تماما، أنا عاجز عن وصف مشاعري، لأنه والله العلي العظيم ما حدث في حياتي حدث خلاني أشعر بالفخر عايش حلم، وفي نفس الوقت أني خايف كما راكم قاع خايفين. أتمنى ألا يصل إلى منتصف الطريق. أنا هذه المرة أني مؤمن أننا رايحين نوصلوا ورايحين نمروه بإذن الله، لأنه آن الأوان أننا نمروه، ومستحيل تتصحح العلاقة الفرنسية الجزائرية إذا ما مرش هذا القانون.